بص، انا عارف ان الفيديو ده مش جايب لك حاجه تكنيكال قوي زي ما احنا متعودين هنا على القناه، ولكن الاختراع ده من فريش. انا جربته من فتره وعجبني قوي، فقلت لازم اجيبه لك على القناه ونجربه مع بعض، نعمل له انبوكسنج ونشوف ده بيقدم قيمه مقابل سعر ولا لا. البرودكت اللي معانا النهارده من شركه فريش وهو اسمه الفريش اير كولينج. لو انت ما عندكش تكييف فانت اكيد في مره من المرات سمعت عن التكييف الصحراوي، وهو ده التكييف الصحراوي. فكرته ببساطه انك بتحط له ميه وهو بيجيب هواء علشان تقدر تواجه الحر بتاع الصيف، بدل ما تستعمل مروحه عاديه فتستعمل المبرد الصحراوي. وهنتفرج عليه النهارده ونقارنه مع المروحه العاديه، نشوف هل يستاهل انك تدفع فيه فلوسه ولا لا. وكالعاده معاكم محمد ابو اليزيد، قناه ريفيو تك، ويلا ندخل في تفاصيل الفيديو. طب مبدئيا الجهاز ده في منه تو فيرجنز. في الفيرجن ال 25 لتر دوت اللي هو الميكانيكال اللي بيبقى فيه زراير من فوق كده زي ما انت شايف، وفي الفيرجن الثاني اللي هو بيبقى بريموت كنترول. تعال اوريك شكله. بص، ده شكل الفيرجن اللي بيبقى بريموت كنترول، ماشي، بتحكم فيه من بعيد. فالفرق بينهم حوالي 800 جنيه. فانا حبيت يعني اللي هو العادي الميكانيكال. عندك تانك ميه داخلي كبير 25 لتر، تحط فيه 25 لتر ميه عشان يجيب لك هواء بارد شويه، وفي من فوق كمان مكان تحط فيه تلج عشان يسقع لك الميه اكتر. وده بيغطي مساحه 20 متر مربع، يعني اوضه مساحتها طول في عرض تبقى 20 متر. بتوع دول بيتفتحوا بالعافيه بصراحه. طيب انا مش عارف هيبان معاكم في الكادر ولا لا. اولا هم مكفينينه كده تكفينه حلوه ومتربط. واو، ده جاي اللون الاسود يا جماعه. اللون الاسود منه شيك قوي بصراحه. في منه لون تاني اللي هو اللون الابيض، بس اللون الاسود بتاعه شيك. في كذا حاجه ملزوقه هنا. اولا ده الورقه بتاعه الضمان. كمان عندك ورا هنا في ادابتر لازقينه كده. في كرتونه كده ملزوقه بصراحه مش عارف هي بتاعت ايه، ممكن نبص عليها سوا. دي الرجول بتاعته، جاي معاه 4 رجول كده، وفي عجلتين منهم فيهم فرامل، بيبقوا العجلتين اللي قدام. وده كده شكل الجهاز. طبعا هو وزنه كده من غير ميه ولا اي حاجه بيبقى 9 كيلو. مبدئيا عندك هنا المؤشر ده علشان تعرف مستوى الميه اللي انت حطيته قد ايه. عندك لوجو فريش هنا، وعندك هنا المكان اللي بيخرج لك منه الهواء. طبعا الريش اللي جوه دي اوتوماتيكلي ممكن تلف يمين وشمال، ومن الجزء ده بتخليها انها تبقى متوجهه لفوق او لتحت شبه المروحه بالظبط. طيب ده منظر الرجول زي ما احنا قلنا اهي، ماشي. دي رجل اللي هي بتعمل ستوب للفرامل بتاعتها، ودي الرجل العادية اللي بتركب ورا. الأربعة بيركبوا من تحت. وده ظهر الجهاز، ماشي. عندك هنا الفتحة دي بتحط منها مية علشان تبرد الجهاز. طبعا من فوق من هنا عندك معرفش ده ايه بصراحة. وهنا بتحط تلج علشان يسقع لك الهواء، يبرد لك الهواء. تقفله من هنا كده. وده كده منظره من فوق. طبعا الفتحه دي لما بتكون جايب النسخه اللي هي بتحتاج ريموت، ماشي، بتحط الريموت بتاعك هنا. من هنا بقى انت بتتحكم في الثلاث سرعات، مروحه 2 3 3 سرعات. هو في 3 سرعات وكده تطفيه خالص. عندك من هنا بقى تتحكم في انك تشغله يعني مروحه بس، او لو لفيته كده يبتدي يسقع، وكده يلف يمين وشمال كمروحه، وكده يبقى مروحه وتبريد ويلف يمين وشمال. فده كده منظره. تعالى نجربه بقى، نحط فيه ميه كده ونشوف التبريد بتاعه عامل ازاي، ونقارنه بالمروحه ونسمع هل صوته عالي ولا واطي. طب مبدئيا انا هعمل ايه الاول؟ هركب العجل. هو العجل اول عجلتين اللي هم فيهم الفرامل بيتحطوا قدام، والعجله بتخش كده تتزق جوه الجهاز على طول، وبتبقى ثبتت. ايوه، تتزق كده لغايه ما تكليك جوه الجهاز. 2000 years later. الرابعه مش راضيه تركب بصراحه، ومش عارف ده بقى عيب تصنيع ولا انا مش عارف اركبها كويس ولا ايه، بس انا بحاول. فكده الرابعه ركبت معانا. طبعا هو عشان وزنه خفيف فالعجل بيساعده ان هو يتحرك ويلف بسهوله. وهو فيه فيشه عاديه من ورا كده. فتعالى نشغله الاول ونقارنه بالمروحه، نشوف الصوت بتاعه عالي ولا لا، ونشغل معاه التبريد نشوف هل بيفرق عن المروحه العاديه ولا لا. كده اشتغل على طول وجايب هوا اهو. دي الدرجه الاولى، الثانيه، الثالثه، كده ال3 درجات. طبعا انت ممكن تحس ان صوته عالي لان انا واقف بالمايك جنبه على طول، ماشي. كده انا طفيته. طيب هجيب بقى المروحه العاديه اللي ستاند جنبي هنا واسمعك الصوت، الفرق بين ده وبين المروحه عامل ازاي. طيب انا هنا برضو معايا مروحه من فريش،
والجهاز هنا اللي معانا بتاع فريش اللي هو التربو الاير كولينج ال 25 لتر. مبدئيا انا عايز اشغل المروحه على الثلاث درجات بتوعها كلهم ونسمع صوتها هي اعلى ولا صوت المبرد. دي كده اول درجه في المروحه. انا مش عايز الهواء يبقى جاي عليا، انا عايز اسمعكم صوت الهواء عامل ازاي. ادي واحد، دي الدرجه الثانيه، ودي الدرجه الثالثه. طيب بعد ما سمعنا صوتها تعالى نسمع صوت المبرد. واحد، الثانيه، الثالثه. يبقى ده صوت المبرد على الدرجه الثالثه، وده صوت المروحه على الدرجه الثالثه. يعني لو هقول المبرد صوته اعلى من المروحه تقريبا بدرجه ونص، بس صوته مش مزعج قوي بالنسبه لي اتقبله. طيب المقارنه الثانيه هي الهواء بتاع المروحه على اعلى درجه عامل ازاي، والهواء بتاع المبرد على اعلى درجه عامل ازاي من غير ما نشغل خاصيه التبريد بتاعته. يعني تقريبا الاثنين نفس فكره البعد بتاع الهواء، دي او دي مش فارقين عن بعض خالص. فكره بقى المروحه او المبرد بس من غير ما اكون مشغل التسقيع بتاعه، عايز اشوف الهواء بتاعه ساقع اصلا مقارنه بالمروحه ولا لا. باي ديفولت كده من غير ما اكون مشغل التبريد بتاع المبرد، هو الهواء بتاعه جاي اسقع شويه من المروحه. اعتقد ده لان الموتور بتاع المبرد موجود تحت هنا، فالموتور السخن بيبرد من تحت، يعني الموتور السخن تحت، انما ده الموتور هنا ورا، فممكن يبقى بيسحب شويه سخونيه بيطلعهم لك مع الهواء، فتلاقي الهواء جاي سخن، انما ده الهواء خارج منه اوريدي ابرد شويه من بتاع المروحه. تعال نزود ميه ونحط تلج في المبرد ونشوف بقى الهواء بتاعه فعلا هيبقى اسقع من المروحه ولا لا. طيب انا دلوقتي حطيت ميه في الجهاز، معرفش انت هتشوف المؤشر، يعني الميه واصله هنا تقريبا لغايه النص، حطيت بتاع مثلا 16 لتر ولا 15 لتر، وحطيت التلج فوق، حطيت بتاع 7 مكعبات تلج حلوين كده. ودلوقتي انا شغلته فتره بس يحاول يبرد لي الهواء على قد ما يقدر، وعايز اشغل المروحه اشوف الهواء بتاعها بقى درجه التسقيع بتاعه المبرد هو احسن تشتريه وتستعمله ولا تستعمل المروحه العاديه. مبدئيا الهواء بتاع المروحه حاسه عادي متوسط، لا ساقع قوي ولا سخن قوي، لان احنا لسه ما دخلناش في الصيف قوي يعني. بعدين نيجي للمبرد. لا ساقع، اسقع من المروحه طبعا. مش هقول لك ان هو بنفس درجه السقعيه بتاعه التكييف، ولكن هو مثلا بيبرد لك الهواء بنسبه 5 درجات عن المروحه العاديه. فلو انت شقه عندك حر والمروحه بتجيب لك هواء اوريدي سخن، فده هيجيب لك هواء قول متوسط، فهيخليك تبقى قاعد مستحمل الحر اللي انت فيه. التغطيه بتاعته لطيفه، لو في مكان اوضه مثلا يعني 3 في 4 4 في 4 5 في 4 متر هتبقى لغايه هنا الدنيا جميله. لو اوضه اكبر في من ده بقى ال 40 لتر وال 60 لتر الاكبر منه طبعا صوته بيبقى اعلى قوي. طيب علشان تعرف ده صوته عالي ولا لا، فتاني درجه فيه صوتها نفس علو صوت المروحه على الدرجه الثالثه، فعشان تبقى عارف صوته عامل ازاي. الملخص، تشتري مبرد صحراوي ولا لا؟ انا ارشحه لك وبشده، لان هو سعره انت هنا بتتكلم على 2950 جنيه، في حين ان المروحه دلوقتي تعملها تقريبا 1000 ونص 2000 جنيه. فانا بصراحه ما عنديش مشكله ادفع 950 جنيه زياده واخد شويه الفيتشرز اللي هنا اللي هم التبريد والصوت، يعني ممكن يبقى اعلى شويه، دي مش فيتشر ولكن صوته اعلى شويه، ولكن الشكل الشيك اشيك من المروحه بكتير، بصراحه يستاهل السعر بتاعه. واللينك بتاعه هتلاقوه تحت في الديسكربشن. وبس كده، دي كانت كل حاجه معانا في فيديو النهارده. يا ريت تقولوا لي في الكومنتس تحت ايه رايكم في المبرد، ولو اشتريتوه اكتبوا لي تجربتكم. وكالعاده كان معاكم محمد ابو اليزيد في قناه ريفيو تك. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب في القناه، وتفعلوا الجرس عشان اي فيديو جديد اول ما ينزل يوصل لكم على طول. ونتقابل في الفيديوهات الجايه، والى لقاء اخر ان شاء الله. سلام.